ده احنا كمان دلوقتي في العشر الأواخر. لكم أن تتخيلوا العشر الأواخر فيها ليلة القدر. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليها ايه بقى، بيقول الله جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. مالها يا رب؟ بيحصل فيها ايه؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر، كل أمر، كل أقدارك، كل حاجاتك هتتنزل في الليلة دي. لو فيها حاجة وحشة عايزة تتغير، اطلبي من ربنا انه طب ايه بقى؟ طب انا عايزة دعوة ادعيها، وربنا سبحانه وتعالى يخلي كل امر بيتنزل عليا وربنا سبحانه وتعالى ينزله في اقداري في الليله دي يكون خير وعافيه ويسر وشفاء وهدايه ورحمه وكل حاجه حلوه. فين بقى تلاقوها؟ نلاقيها في كلام امنا عائشه او سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته وقالت له: يا رسول الله، اذا وافقت ليله القدر ادعو بايه؟ قال لها: ادعي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ليه بقى؟ عشان اسم الله العفو جل جلاله. الله جل جلاله لو عفى عنك هيلملم شتات نفسك. الله لو عفى عنك هييسر لك امرك ويهديك، هيلملم شتات فكرك وقلبك وروحك، هيلملم نفسك كلها ويزيل او هيمحو اثر الاذى النفسي، مش بس من قلبك، من قلبك وروحك وعقلك وفكرك وكمان جوارحك. الله جل جلاله لو عفى عنك، لو عفى عنك هيعتقك من النار. الله جل جلاله لو عفى عنك هيخلي في قلبك الرضا. الله لو عفى عنك هيرزقك السكينة. الله لو عفى عنك هيمحو أثر كل حاجة سلبية في حياتك، في عقلك وروحك وفكرك وجوارحك ونفسيتك وكل شتات هيلملمهولك ويعيد فطرتك سليمة كما كانت. فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إيه بقى يا ربي؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. مش هو ربنا سبحانه وتعالى لو عفى عنك في كل أمر هيقدرهولك في الليلة دي، فربنا سبحانه وتعالى هيرزقك السلام اللي هو يعيد فطرتك سليمة زي ما خلقها جل جلاله سليمة، فطرة روحك وقلبك وعقلك وجوارحك. ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنك ويرزقك السلام النفسي والروحي. فاللي انا عايزه اقوله لكم يا بنات، ما تضيعوش الايام دي. بكل ما اوتيتم من قوه ركزوا. اللي عندها مذاكره، اللي عنده مذاكره، اللي عندها مشكله مع علاقات، في العلاقات من حولها، اللي عندها مشكله مع نفسها، اللي عندها مشكله في اي حاجه، في اي حاجه فيها شتات، فيها تشتت، فيها شعث، فيها لخبطه، اسالوا الله جل جلاله باسمه العفو. وربنا سبحانه وتعالى لو عفى عنك تقابل بقى، استقبلي بقى الخيرات اللي هتيجي، اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بيها وهيديها لك. بس حبيت افكركم، ربنا يا رب يرزقنا يا رب ويبلغنا ليلة القدر بيسر وعافية، ويتقبل منا ومنكم ويعيننا يا رب على الصيام والقيام وعلى كل حاجة حلوة ربنا بيحبها، وعلى مذاكرتك وعلى برك لوالديك وعلى شغلك على كل حاجة، كل حاجة في حياتك بتعمليها ربنا سبحانه وتعالى يعينك عليها يا رب. اللهم امين. واللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وطمنوني عليكم حاجة كمان إضافية. إيه الاسم بقى اللي احنا اللي محتاجينه العشر أيام دي أو باقي الأيام بإذن الله؟ اسم الله العفو بقى. اشتغلي على اسم الله العفو. اسمعوا الاسمين الواسع والجميل ان انتم محتاجينه، واسم الله العفو لان هو ربنا اللي قال لنا عليه على لسان سيدنا النبي امنا عائشه. الاسم اللي انت محتاجاه واللي انا محتاجاه واللي الناس كلها محتاجاه دلوقتي اسم الله العفو. فلما اقول اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عني، ابقى فاهمه ومدركه لكل المعاني اللي انا قلتها لكم في الفويسات اللي فاتت. ابقى فاهمه مدركه معنى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، من معاني العفو الزياده. ولكم ان يعني تتصوروا الجمال في ان ربنا لما قال عفو الكريم، عشان من معاني العفو الزياده. لو عفى عنك هيكرمك، لو عفى عنك هيعطيك، لو عفى عنك هيهديك، لو عفى عنك هيكفيك، لو عفى عنك هيحفظك، لو عفى عنك هيسترك، لو عفى عنك هينصرك، لو عفى عنك هيؤيدك، لو عفى عنك حاجات كتير جدا، لو عفى عنك هيجبرك، لو عفى عنك هيسترك.
لو عفى عنك هيوريك الجمال اللي في نفسك وفي اللي حواليكي. لو عفى عنك هيرزقك السعة في قلبك وروحك وعقلك وجوارحك وكل حاجة حواليكي وفي العلاقات من حولك. هيوريك السعة في فكرك في أفكارك. هيوريك السعة في الدنيا في الكون، بدل ما هو ضيق كده ما فيهوش غير حاجات محدودة انت شايفها او انت شايفاها. يا ربنا سبحانه وتعالى فاسم الله العفو الكريم، فلو عفى عنك هيكرمك. فاللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اشتغلوا على الاسمين عادي، اسم الله الواسع واسم الله الجميل. وكمان يا عفو يا الله، يا عفو يا الله 100 مرة على الأقل يوميا. وبقى مش محتاجة أنا على الأقل، ده أنت طول ما أنت قاعدة وماشية ورايحة وجاية وبتشتغلي وبتعملي الأكل وبتساعدي مامتك وبتساعدي إخواتك أو بتساعدي نفسك أو بتساعدي أهلك كل حواليك وأنت بتذاكري وأنت بتشتغلي. لو عفى عنك، لو عفى عنك هيكرمك في دراستك. لو عفى عنك هيرزقك الفهم. لو عفى عنك اصل هيعفو عن شتات افكارك واللخبطه اللي انت فيها وكل تجليات اسم الله العفو جل جلاله. وده امر ربنا لينا. فابشروا بقى، ابشروا وقولوا لي واحكوا لي بقى ايه، احكوا لي المعجزات والحاجات الخارقه اللي انتوا هتجدوها في قلوبكم وارواحكم وانفسكم باسم الله العفو. والله ما انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، من اهم الحاجات اللي انت محتاجاها او اللي احنا محتاجينها، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى يلملم نفسك، يرتب لك نفسك، يرتب لك الشتات اللي انا قلت لكم عليه بقى، شتات الروح والقلب والفكر والعقل. كل ده عبارة عن ايه؟ كل ده عبارة عن نفسك. انت محتاج ترتبها من جوه، محتاج نفسك تترتب، محتاج تشوف الحاجات على حقيقتها، محتاجة ان انت تشوفي الامور صح. يا رب ارنا فيها بقى وده بيظهر في تجليات الدعاء ده كمان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تشوف ده ازاي؟ لما ربنا يعفو عنك. العفو، العفو يعني يمحو عنك بقى كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت، وهي انه ربنا يمحو عنك شتات فكرك وشتات روحك وشتات قلبك، فتشوفي الحاجات على حقيقتها وينور بصيرتك. فربنا سبحانه وتعالى يا ربي، يا رب يا رب نفسنا اهم حاجة في الدنيا كلها، ان نفسك دي لو اتظبطت كل حاجة باذن الله هتتظبط. انا بس كل ما افتكر حاجه بقولها لكم، علشان يعني عايزه اقول لكم كل حاجه كل حاجه عندي، عشان ما اسيبلكمش ولا حاجه يبقى عندكم فيها تساؤل. ولو عندكم اي اسئله قولوا لي، انا معاكم. ربنا يحفظكم يا رب.